الإنسان في مسيرته كلها خارج من الغابة إلى المدينة، ونحن كل ما طرأ على حياتنا في حقيقته هي النظر إلى الضعيف بأنه صاحب حق. الصراع الطبقي اللي جاء بيلك ذكره إنما هو صراع أوجد حق لمن لم يكن له حق في المجتمع. نحن مثلا في مجتمعنا جاء حق يؤخذ من الغني يرد على الفقير، كما كل الحق، لكن جعل الغني صاحب حق والفقير صاحب صدقة بتلقاها مفروضة على الغني أن تخرج من ماله، كانوا يسموه حق الله في المال ليعطى للفقير، لكن برضو دي ما مساواة. مجتمعنا بالصورة دي عايش مجتمعات الإقطاعيين يملكوا فيها الأرض وسكان الأرض من عمال، كانوا الفلاحين رقيق لصاحب الإقطاع. وطبعا كان فيه الرق بصوره الغليظ الموجودة أن الإنسان يملك إنسان. نحن باستمرار بوسائلنا في الصراع الطبقي اللي انت ذكرته، العامل أصبح عنده حق مع صاحب العمل لغاية ما وصلنا إلى صور من أن العمال الشركاء في العمل في التنظيم الاقتصادي بصرف النظر عن الدين بنتائج الصراع ده. بعدين الصراعات دي حررت رقيق الأرض وحررت الرقيق المسترقين في رقاب من الرق الشرعي المعروف في البلاد كلها. فنحن إذن بالتطورات دي وصلنا إلى المدينة أكثر من المجتمعات المتخلفة، وخرجنا من الغابة بصورة كبيرة، وأصبحنا الحق عندنا مش للقوي، الضعيف عنده حق، ونحن نتكتل للناس الضعيف ليأخذ حقه. هذه يمكن التطورات اللي خلت المجتمع بتاعنا ألطف من المجتمعات الماضية اللي كان فيها الحق للقوي يأخذه بمجرد أنه قوي، ما محتاج لقاضي اللي يديه إياه، والشعار فيه من غلب سلف. كان مجتمعنا الجاهلي قايم على أساس زي ده، من غلب سلف. ونحن هسه أصبحنا نتعاطف ونعطف على الضعيف، ويكون عندنا شعور بإنسانية ولطف، ونتصور حالة البؤس وحالة الضنك وحالة الجوع وحالة الكرب. الناس اللي بتحصل لهم النكبة في مشارق الأرض ومغاربها نتجاوب معها نحن. تكون في حروب في فيتنام، تكون في حروب في كوريا، تكون في حروب في لبنان، كلنا نعطف ونشعر بالأيتام اللي يفقدوا آباهم والنساء اللي يفقدوا أزواجهم والأسر. فأصبحنا في لطافة إنسانية جات من التطور في مضمار الحياة والصراع نفسه بصرف النظر عن الدين. لما نيجي الدين مش راح نكسب الناس ورا، راح ينمي لطافتهم دي وينمي إنسانيتهم ويخاطبهم بسلام مش يخاطبهم بعنف. والبشرية ولغت في الدماء بالقدر الكافي وسارت بالعنف مراحل كثيرة جدا، وأنا لها أن تمشي بالسلام لتدخل عهد السلام.